السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ودايما لي فيديو تاوعي يلقاوكم بخير وعلى خير. راحوا تشوفوا معايا اليوم كيفاش انايا نخبي القارص ونخزنه، لاني نسحقه بزاف بزاف، بما انه انا مقاطعه الكازوس المشروبات الغازيه وكامل لي جو تاع برا. دونك جو بريفير دايما نشرب حاجه ناتشورال. انا نخبي كونتيتي كبيره ونخليها لرمضان. دونك انا هاد القارص نروح نغسلو نقيه مليح مليح، وندير له واحد المكون باش نتخلصوا من المواد الكيماويه السامه. نروحو كيف كيف نغسلوه. دركا راني حطيت القارص تاعي في باسينو. نبدا نغسل فيه. غسل القارص عادي نغسله مليح، سونسيال نحيولو كامل التراب هذاك والغبار اللي يكون فيه. راكو تعرفوا كي نشريو تاع برا كيفاش يكون. فوالا كيما راكم تشوفوا غسلت مليح القارص تاعي، نقيته بيان، يعني كل حبة عطوها وقتها نقيوها بيان باسكو لابو تاعو نسحقوها لازم تكون نقيه. راح نديرو بها لو سيس دو سيترون، دونك لازم نقوه مليح مليح، نحولو كامل تراب وكامل الغبار. اون بليس دوكا نزيدولو واحد الماده. هاد الماده تخليه اذا كان القارص تاعنا نستعملو له مواد كيماويه فراح تنحيه. راح نوتيليزيو فوالا كيما راكم تشوفوا البيكربونات، نديرو كونتيتي قليله في الماء. فوالا كيما راكم تشوفوا انا ندير شويه تاع البيكربونات ونخلي هاد القارص مده كل واحد شحال يخليه. يعني من الاحسن تخلوه واحد نص ساعه هكاك، يعني على الاقل 15 دقيقه. خليوه في البيكربونات هكذايا وعاودوا له ليه شلوه مليح مليح. يعني عطوله شويه وقت، عطوله وقت يرتاح فيه يطلق كامل هذيك المواد وروحوا نشفوه. فوالا بعد ما درنا البيكربونات وعاودنا شللناه مليح ونقيناه مليح، دوك نجيبو سربيته هكذا تكون نقيقيه ونبداو نشفو فيهم بالحبه، نشفوهم تري بيان. وماذا بينا يكون عندنا بلاصات تكون فيها شويه شمس وشويه هواء، يعني اللي عنده قدام طاقه ولا يفتح عليهم شويه طاقه ويقابلهم شويه للشمس باش ينشفوا مليح. علاش؟ باسكو لو كان القارص تاعنا ما ينشفش مليح وما يتهواش راح يقعد شويه من الدي، سكيفي ما راحش يتراب لنا مليح في سكرفاج. فوالا دونك لو كان تروحوا تسكرفجوه ما راحش يتسكرفج مليح، راح يتعلق ويكون فيه الماء ويفسد لنا تمتم هذاك لو زيست ويدير ريحه ويخلي لك واحد لاغيغو. لو كان ديريه في لي غاتو يخلي اغيغو ماشي كامل مليح. وبعد ما خليته نشف مليح مليح كيما راكم تشوفوا فيه رابيتو كامل. فوالا راني حطيته كامل رابيتو. بيان سور كي تروحوا ترابيوه رابيو غير الطبقه الفوقانيه الصفراء، مبالك ترابيو الطبقه البيضاء وتلحقوا ليها، لانها راح تخلي المروريه. ولو زيت تاعنا كي نستعملوه في تحليات ولا نستعملوه في ديغات ولا في اي حاجه راح يطلق واحد المروريه. تخلي الكاطو تاعك ولا اي حاجه تعملي له مره ماشي ما فيهاش ريحه القارص ولا البنه نتاع القارص، تولي فيها المروريه. دونك ايفيتيو ترابيو هذيك الطبقه البيضاء. شوفوا كيفاش رابيتهم معنا، كيفاش هذيك الطبقه البيضاء ما زالت فيها. دركا انا جبت بلاره تاع الزجاج بيان سور. وعلاش تاع الزجاج؟ درك نقول لكم علاش لازم بلاره تاع الزجاج وما ديروش في دي بواطون بلاستيك. باسكو الليمون ما يتماشاش كامل مع البلاستيك، لانه المواد الحمضيه تكون ماده مضره بزاف بالصحه كي تتفاعل مع البلاستيك. يعني كي يتفاعل البلاستيك مع الليمون راح يمد ماده سامه للجسم تاعنا. دونك اي ماده حمضيه، يعني اي حاجه حمضيه حبينا نخبوها ولا ما نستعملوش فيها البلاستيك. هذه معلومه لازم تبقوها، حافظوا على صحتكم وعلى صحة ولادكم. ديروه في بلاره كيما هذه تاع الزجاج وما تعمروهاش كامل حتى للفوق باش تقدروا تجبدوا منها كي تحتاجوا. فوالا هذه هي وباش ما تترتق لكمش، باسكو لو كنت تعمروها للفوق هي تترتق لكم. وهكا عمروها غير نص ولا قسمه تقدروا تدخلوا لاكويير وتجبدوا بها. فوالا نعمرها كيما راكم تشوفوا وشوفوا واش تحصلت مع الاخر على هاد لاباط. فوالا هذه هي، هذا واش تحصلت.
وننتقلوا دوكا للمرحلة الأخيرة اللي هي نعصروا فيها القارص. دوك نعصروه كامل حبة بحبة. اللي عندها عصارة أوتوماتيك تعصرها في عصارة أوتوماتيك دو بريفيرانس، راح تكمل تمتم وتعصر كونتيتي كبيرة. أنا ما عنديش بور لانستون، عندي غير هدية، عصرته كامل في هدية. راح نكملهم هكذا حبة بحبة حتى نكملهم كامل، نصفيهم ونروح نشوفوا فاش نكونجليهم انايا. فوالا بعد ما عصرناه هاي لا كونتيتي اللي تحصلت عليها، نروح دوكا نحطهم يتكونجلاو. انا نحطهم في هادوما تاع الكونجيلاتور، مي عندي واحد لاستوس دوك نمدها لكم. بور لانستون انا راني ندير فيه هادوما لانه ما عنديش كونتيتي كبيره، ولكن لاستوس اللي عندي هادوما لي مول تاع السيليكون اللي كامل عندنا في الدار. خير المول اللي عجبكم عمروه، ولكن ما تعمروهش قبل ما تحطوه فوق سنيوه ثقيله ولا فوق بلانش ولا ليسونسيال، خاطر كون تعمروه وتروحوا ترفدوه يسيح لكم كامل. دونك عمروه فوق، حطوه فوق سنيوه ومن بعد عمروه. فوالا هذه اللي عنده كونتيتي كبيره تاع القارص. ومن بعد بيان سور حفظوهم في دي بوط تاع الزجاج في الكونجيلاتور. كاين دي بوط سبيسيال، كاين دي بوات خاصين سبيسيال للكونجيلاسيون، فوالا اللي يتحطوا في الكونجيلاتور ما يتكسروش وهما تاع الزجاج، تحفظوا فيهم المواد السائله ولا الحامضيه بوكو بلوس. فوالا انا دوك نروح نعمرو في هادوما باسكو ما عنديش كونتيتي كبيره، دونك هادوما يكفوني نعمر دو فوا ولا يكفي. يتكونجلالي نحيهم ونحطهم في لي بوات تاع الزجاج. كانت هذه هي لاستوس تاعي وكيفاش انا نديرهم ونحافظ عليه ويقعد كي شغل عصرناه لا بروميير فوا، لو غو تاعو ما يتبدل ما والو. انا نخليكم بقيكم على خير.